مساء اللوز عليكم جميعا. ازيك يا هاف ديفندر قلبي؟ عامل ايه؟ وحشني جدا. عارف ان انا مقصر وعارف ان انا بقالي فتره كبيره جدا من الانقطاع، بس اهي اخيرا الحمد لله رجعنا. وبعد تقريبا شهرين كده من الانقطاع، الشهر الاولاني كنا في مرحله تقييم كده ومرحله انطفاء، وفي الوقت اللي انا كنت بحاول فيه اقيم الفتره اللي انا بدات فيها الصفحه والقناه، فجاه الدنيا كلها بتولع ويجي يوم 7 اكتوبر. بنتكلم تقريبا في حوالي 50 يوم من القصف والدمار لاخواتنا في غزة. واحنا طبعا ما كانش ينفع ابدا ان احنا نتكلم في الكورة في وقت زي ده تحت اي ظرف من الظروف. انا بالنسبة لي ما كنتش متقبل ده خالص وما كنتش قادر اعمل ده. لغيت 4 حلقات ما بين اللي اتصور وبين اللي اتكتب وبين اللي اتكنسل اصلا من البداية، وما كنتش شايف يعني بصراحة ان التوقيت مناسب خالص ان احنا نتكلم في الكورة. وكنت شايف ان الكورة المفروض تتحط في وضعها الطبيعي، ان هي لعبة احنا بنشجعها عشان نتبسط، بس مش ده الوقت خالص اللي احنا محتاجين فيه نتبسط بالكورة. ومع حدوث اول انفراجة الحمد لله، الحلقة دي لما تتذاع هتكون بدأت الهدنة بإذن الله، ويا رب الدنيا تبقى احسن الفترة اللي جاية. ونتمنى طبعا ان المجازر دي تتوقف، وان اخواتنا في غزة يعرفوا يعيشوا حياتهم الطبيعية وترجع الارض لاصحابها ان شاء الله، والقضية اللي طول عمرها عايشة جوانا تتحل باذن الله. وقبل ما نبدا بس عايز افكرك، انا احمد السباعي وده نص الملعب. النهارده هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا: فرصه منتخب مصر في تصفيات كاس العالم اللي اتلعب منها ماتشين الاسبوع اللي فات، وماتش الاهلي وميدياما، وماذا يحدث في الاهلي تحديدا، وانحدار مستوى الاهلي الفتره اللي فاتت. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأنا ماتشين في تصفيات كاس العالم ومنتخب مصر. وانا بالنسبه لي اي حد من جيلي اول ما يسمع كلمه تصفيات كاس العالم ما يفتكرش حاجه عدله خالص. فتقول لي بقى احنا هنلاعب جيبوتي، هنلاعب سيراليون. والله العظيم كنت مقلق وكنت مقتنع ان احنا من الماتشين دول هنطلع بنقطتين، واكيد انت اتاكدت ان ده وارد يحصل يعني عادي لما رحت شفت نتائج بقيه المجموعات، وشفت مثلا الكاميرون وهي بتتعادل مع ليبيا. وبنبارك طبعا لاشقائنا في ليبيا ان هم قدروا ياخدوا 4 نقط من اول ماتشين عشان يحتلوا المركز الثاني ورا الكاميرون بفرق الاهداف. وفي مجموعه تانية برضو بتشوف غانا بتخسر من جزر القمر، وبتشوف برضو جنوب افريقيا كمان وهي بتخسر. ويعني في شويه درمغه بتحصل في تصفيات كاس العالم، وده الطبيعي وده اللي بيحصل على طول، بس احنا اللي كنا بنبقى الضحيه كل مره. زي مثلا انك تطلع تتعادل مع فريق زي بنين 3-3، او تتعادل مع ناميبيا، او تتعادل مع زامبيا على ارضك في وسط جمهورك، وانت ساعتها كنت بتمتلك الجيل المرعب واللي افضل فريق في تاريخ افريقيا تقريبا. وده مش تقريبا، ده هو ده الماتش اللي تسبب في خروجك اصلا من تصفيات كاس العالم 2010. لكن بقى المره دي يا معلم فرصه عمرك. 48 منتخب هيبقوا في كاس العالم. افريقيا ليها 9 مقاعد ونص. ال9 مقاعد هيطلعوا اللي هم اوائل المجموعات. بعد كده احسن 4 تواني هيلعبوا مع بعض بطريقه معينه عشان يطلع منهم واحد ينضم الملحق تاني عشان يصعد 2 من ال6 قارات ما عدا اوروبا. وفي الاخر خالص المجموعه دي هيطلع منها 2 لكاس العالم. مش موضوعنا خالص مين احسن تواني، احنا موضوعنا ان الاول هيتاهل مباشره. بس الكاف قرر ان هو يعمل حاجه في منتهى العجب بصراحه، ان هو ما يعملش تمهيدي ويخلي الافريقيا كلها ال 54 دوله اللي في القاره يتقسموا على 9 مجموعات. وبناء عليه بقى يا عم الحاج 9 مجموعات، كل بهاليل القاره موجوده، فرق اقسم بالله انا اصلا ما كنت اعرف ان في الدول دي موجوده اساسا. دول بقى زي افريقيا الوسطى، اسواتيني، وزي سيراليون وبوروندي، ودوله اقسم بالله انا ما اعرفش اسمها اللي هي تساو توميه دي ولا توميه. انا يعني لعبت تونس اول ماتش، انا حرفيا انا اول مره اعرف اصلا ان في دوله بالاسم ده. فدي اول ميزه في صالحك، هي ان المجموعه نفسها اقوى فريق فيها هو بوركينا فاسو، وده اللي موجود في التصنيف الثاني. وانت طبعا في العاده كنت دايما بتلاقي منافسه بينك وبين مثلا السنغال او غانا او نيجيريا او الجزائر او تونس على المقعد بتاع كاس العالم. لكن المره دي الفرقه اللي بتنافسك بوركينا فاسو. يعني يا رب ان شاء الله ما يطلعش ده الجيل الذهبي بتاع بوركينا فاسو زي ما قبل كده صعد على حسابنا اول مره في التاريخ كوت ديفوار واول مره في التاريخ السنغال. قبل ما نكمل بقى، لو بتتابعنا من على الفيسبوك اعمل فولو للصفحه، ولو بتتابعنا من على اليوتيوب اعمل سبسكرايب للقناه، ولو عجبك الفيديو اخبط لايك. وعايزك برضو تقول لي في الكومنتات رايك في فرصه مصر في الصعود لكاس العالم، وعايزك برضو تقول لي ايه اللي بيحصل في الاهلي. الحاجه الثانيه بقى اللي في صالحك، واللي انا شايف ان هي ما اعتقدش ان في منتخب في القاره كلها الحظ وقف معاه للدرجه دي في ظروف الملاعب نفسها في المجموعه. مفيش ولا فريق في المجموعه دي بيلعب على ارضه وفي وسط جمهوره غير مصر وغينيا.
وبرضو الحاجه التانيه، مفيش اي فريق هيضطرك ان انت تسافر لادغال افريقيا غير منتخب غينيا ومنتخب سيراليون، وانت اصلا الحمد لله عديت اصعب ماتش في المجموعه بالنسبه لي بعد ماتش غينيا هو ماتش سيراليون في ليبيريا. ومش اصعب ماتشين عشان منتخب سيراليون ومنتخب غينيا يعني هم البرازيل وايطاليا، لا، عشان انت هتسافر في ادغال افريقيا في الماتشين دول بس. لكن بقى لما تيجي تشوف ملاعب باقي الفرق هتلاقي بوركينا فاسو بتلعب في المركب الرياضي بمراكش في المغرب، واثيوبيا ملعبها هو ملعب بن احمد العبدي برضو في المغرب، وجيبوتي اختارت استاد السلام في مصر عشان تلعب عليه كل ماتشاتها في المجموعه. وفي ميزه برضو كمان في صالحك، وهي ان الحمد لله ترتيب الماتشات جه بشكل مناسب جدا لمنتخب مصر، بحيث ان اول مباراه تبقى جيبوتي اللي هو اسهل حد في المجموعه تلعبه على ارضك. طبعا انت كنت المفروض كده كده تكسبه، بس انا كان نفسي نكسبه فرق كبير، والحمد لله قدرنا نكسبه 6، وانا بصراحه ما كنتش متخيل كده خالص. بعدين بتسافر بقى لادغال افريقيا وتلاعب سيراليون في ليبيريا، والحمد لله بعد توفيق ربنا ثم جمايل الشناوي وتريزيجيه اللي مغرقانا نقدر ناخد الثلاثه بونت بتوع ماتش سيراليون في الماتش الصعب ده ونرجع عشان نتصدر المجموعه. والماتش الجاي هيكون في الصيف اللي جاي ان شاء الله قدام بوركينا فاسو في القاهره. اما عن الاداء بقى والكلام ده، فاحنا في تصفيات كاس العالم ما بنحكيش في موضوع الاداء ده خالص، ما بنسالش الاسئله دي، لان احنا اخر مره في تصفيات كاس العالم 2010 كنا بنقدم يعني كوره برازيليه، لدرجه ان احنا في وسط التصفيات رحنا كاس العالم للقارات كسبنا بطل العالم ايطاليا، بس رجعنا عملنا برضو ماتشات عجيبه وفي الاخر خالص خرجنا من التصفيات. فما حدش يكلمني عن الاداء، الله يخليكم. الاداء كان زي الزفت بصراحه في ماتش سيراليون، وفي لعيبه عليها علامات استفهام مش موجوده في الملعب، محدش فاهم ايه مهامها. برضو كمان المشكله بتاعت الثلاثي امام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات اللي تخللت المعسكر وعملت مشكله كده قبل ماتش سيراليون، وان فيتوريا يقفش ويقولوا ربنا ملعبين وعلى جثتي، يعني حوار كده وحوارات كتير حصلت في المنتخب. كل ده فكك منه، اهم حاجه في الموضوع ان منتخب مصر قدر يفوز اول ماتشين في تصفيات كاس العالم، وشايف ان شاء الله بالطريقه دي باذن الله يا رب هنقدر نتاهل. وبرده في حاجه كده لازم تبروزها وتاخد بالك منها، وهي ان فيتوريا بيعمل احلال وتجديد وبيغير دم الفريق واحده واحده من غير ما تاخد بالك. عمر مرموش وتريزيجيه، وبرده المكان ده بدا يبقى عليه صراع شويه بعد ما تريزيجيه بدا يرجع لمستواه الطبيعي، ومرموش كان لسه بدا يدخل مع المنتخب، دلوقتي مرموش بقى مكانه اساسي، فاصبح في شويه وفره هجوميه، خصوصا كمان مع تالق مصطفى محمد الفتره اللي فاتت وبدايه عوده محمد شريف لمستواه الطبيعي. فالمنتخب تحسه بدا يبقى واقف على رجله، في شويه كره بتتلعب، مدرب فاهم هو بيعمل ايه، فالدنيا يعني في تطور والاداء احسن فاحسن مع فيتوريا، وباذن الله يا رب انا متفائل بيه ومتفائل ان احنا نقدر نصعد كاس العالم ونعمل حاجه ان شاء الله في بطوله الامم اللي جايه اللي هتبدا يوم 13/1. تعالى بقى نروح للاهلي اللي بدا الموسم ده بدايه ولا اسوأ بخساره السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه في مباراه منعدمه الرغبه تماما. الفريق كله تقريبا بادئ الموسم ده ما عندوش اي رغبه في اثبات الذات، وده بسبب ان هم حققوا كل حاجه الموسم اللي فات، وده احد الاسباب تقريبا اللي بيتمحور حواليه كل تذبذب اداء الاهلي الموسم ده. لكن يعني الاهلي خسر المباراه وقلب الصفحه ودخل على طول كسب المصري 4-0 في الدوري، بعد كده كسب سان جورج 3-0، بعد كده لعب تاني قدام سان جورج وكسب 4-0 في تمهيدي دوري ابطال افريقيا، وبعد كده كسب الاسماعيلي 3 وانبي 3 وصعد لنهائي كاس مصر. ولكن النقطه الفاصله في موسم الاهلي السنه دي كانت بداية الدوري الأفريقي ومباراة سيمبا في تنزانيا. من أول مباراة سيمبا الأهلي لعب 4 ماتشات في الدوري الأفريقي ما كسبش ولا مباراة، اتعادل ماتشين الأول مع سيمبا رايح جاي وصعد بفرق الأهداف، بعد كده اتغلب من صن داونز في جنوب أفريقيا بفرق هدف، ورجع هنا في استاد القاهرة اتعادل، وبعد الخروج من صن داونز حصل دروب في الأداء. وانا برضو ماتش صن داونز ده حابب اقف عنده شويه صغيرين وعايز اقول بطلوا جلد ذات في نفسكم، مش كل شويه هنفضل نتكلم عن ان صن داونز ده هو رائد الفضاء اللي موجود معانا في قاره افريقيا. وعايز اقول لك برضو ان الاهلي بيتنظر له بنفس النظره دي في كل دول افريقيا، والاهلي بيبقى ضيف دائم على كل برامج الرياضيه سواء في المغرب في الجزائر في تونس او حتى في جنوب افريقيا نفسها، وان دايما الاهلي هو المثل الاعلى لكل فرق افريقيا، عشان كده بتلاقي الاحتفال الكبير جدا بالفوز على الاهلي في جنوب افريقيا. ليه بقى بقول لك بطل جلد ذات في نفسك؟ ببساطه يعني لان صن داونز ده كل تاريخه عباره عن بطولتين افريقيتين، مش هكلمك طبعا عن بطوله السوبر الافريقي، لكن هو كسب دوري ابطال افريقيا في 2016 وكسب الدوري الافريقي في 2023. طبعا انا مش عايز اقتصر ابدا وابقى صاحب نظره ضيقه قوي واقول لك اصل هم كده واخرهم كده، لا طبعا هم فريق قوي جدا وفريق بيبشر بالخير بالنسبه لهم،
فريق عنده مستقبل كبير، فريق بيلعب على المدى البعيد كويس جدا، بس برضو انت مستواك عالي جدا. وانا مش شايف اصلا ان صن داونز المره دي بالذات يعني في البطوله دي تفوق على الاهلي تفوق كبير. الموضوع ببساطه جدا، الاهلي راح هناك دافع، صن داونز جه هنا دافع. الفرق بس في الماتشين هو التوفيق. صن داونز في جنوب افريقيا ما كانش الاحسن بكتير، كان الاحسن في امتلاك الكوره لكن ما كانش فيه اي تهديد على مرمى الاهلي، وكولر وقف لعيبته صح، دافع كويس قوي، ساب الكوره اصلا وما كانش متطرق ليها. في الاخر خالص شوطه واحده بس هي اللي حسمت اللقاء هناك 1-0، ولو ما كانتش الشوطه دي دخلت وما كانش فيه توفيق فيها كبير جدا ما كانش صن داونز ابدا هيقدر يتفوق على الاهلي في جنوب افريقيا. ولما جينا القاهره الناس اللي كانت بتقول الاهلي بيدافع ليه هناك والاهلي كان شكله وحش ليه هناك، طب ما تبص على فريق صن داونز هنا في القاهره وهو ما بيروحش المرمى الشناوي ولا مره تقريبا، ما بيضيعوش فرص خالص في استاد القاهره، بيدافعوا بكل فريق، بيحاولوا يلعبوا على التحولات. كان شكلهم احسن في الخروج بالكوره، لكن برضه في الاخر التوفيق هو اللي تسبب في صعودهم، لان الشوط الاول كله كان بتاع الاهلي، كورتين في العارضه، انفرادات ضايعه، ضربه جزاء ضايعه. اعتقد يعني مفيش حاجه تقدر تقول ان هي السبب المباشر في صعود صن داونز على حساب الاهلي اكتر من التوفيق. وفكره بقى الاستحقاقيه من عدمها ان احنا نناقش البطل نفسه اللي توج بالبطوله يعني اللي هو صن داونز، ان انت تناقش بقى ان هو يستحق البطوله او لا، ده اصلا مبدا عفى عليه الزمن خلاص، ما بقاش في حاجه اسمها كده. الموضوع كله انا مش مستني منك احسن اداء، انا مستني منك بس احسن نتيجه، مستني منك ان انت تاخد البطوله. فلو تتكلم عن صن داونز هو في الاخر خالص هو البطل. لو جيت تتكلم على بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي لسه خلصانة في شهر 5 اللي فات، فبرضه ما تقدرش تتكلم غير عن إن الأهلي هو البطل. خسر 5 بقى من صن داونز، خسر 10، مش ده موضوعنا خالص. موضوعنا في النهاية إن صن داونز ما قدرش يكسب البطولة مهما قدم من أداء، والأهلي هو بطل أفريقيا. فنبطل جلد ذات لنفسنا شوية وخلينا نركز في فكرة الفريق نفسه شكله عامل إزاي. فالأهلي حاليا عنده شوية مشاكل، المشاكل دي بدأت في الظهور قوي خلال الدوري الافريقي وبعد الدوري الافريقي. وانت جاي هتلاقي تقريبا الاهلي في كل مباراة بيستقبل هدف او 2، الاهلي بيكسب بصعوبة جدا او بيتعادل مع فريق مثلا زي الجونة. تذبذب الاداء ده مقبول شوية في عز ضغط المباريات لو انت بتقدر تكسب، حتى لو بتكسب 2-1، لكن مجرد ما بدأت تتعادل بعد كده ممكن تخسر نقط تانية. التوقف الدولي اللي جه انقذ الموقف منعا يعني لحدوث نزيف من النقاط. الاهلي عنده شوية مشاكل مش قليلة، المشاكل دي في بعض منها على اللعيبه، لكن في البعض الاخر عند المدير الفني. اول مشكله من وجهه نظري هي انعدام رغبه اللعيبه نفسهم. ولو جيت تركز يعني هتلاقي ان افضل لعيبه السنه دي مع الاهلي هم الصفقات الجديده اللي اصلا جايين عايزين يثبتوا نفسهم، لو قلت امام عاشور او رضا سليم. لكن مودست ده بقى حكايته حكايه، اركنهولي دقيقه واحده بس على جنب. هتلاقي برضو كريم الدبيس مستواه كويس جدا اللي بدا ياخد فرص، هتلاقي لعيبه اصلا معروف عنها المسؤوليه ومعروف عنها ان هي بتعرف تجدد دوافعها زي محمد عبد المنعم وزي علي معلول وزي محمد الشناوي. لكن بقيه اللعيبه اغلبهم بتحس ان هم في فتور في ادائهم، هم مش عايزين يطلعوا احسن حاجه عندهم، وده واضح قوي في الشوط الثاني بتاع ماتش صن داونز في القاهره. السبب الثاني هو سبب تكتيكي، وهو التغيير الكلي اللي حصل بعد رحيل حمدي فتحي. حمدي فتحي الرجل الخفي في خطة كولر، اللي أول ما رحل حمدي فتحي اختلفت أدوار تقريبا كل التلت الهجومي. يعني مثلا راس الحربة بقى مطلوب منه ان هو حتى لو لوحده يكون افكتيف اكتر وما ينزلش كتير، لان مفيش حد هيطلع يلعب جنبه. اللاعب رقم 8 اللي هو امام عاشور ما بقاش مطلوب منه ان هو يبقى موجود جنب مودست او جنب كهربا في منطقة الجزاء. الاجنحه ما بقاش مطلوب منها ان هي طول الوقت تبقى على الاطراف، بقى مطلوب منها ان هي تساند راس الحربه في بعض الاوقات. فيعني ادوار اللعيبه كلها في الثلث الهجومي اتغيرت، وده دور تكتيكي مهم جدا بعد رحيل حمدي فتحي. وبعد برضو لما جبنا مودست كان كولر غالبا متوقع ان مودست هيبقى تارجت بلاير، بالتالي انت مش محتاج ان كهربا يسقط ومش محتاج ان حد تاني يلعب جنب كهربا، انت كل اللي محتاجه ان الراجل ده يبقى موجود في الصندوق باستمرار، واي حد هيسانده يبقى وراه. وفي عز ما في كل الناس تقريبا بيتغير ادوارها في التلت اللي قدام، والمفروض يعني ان يحصل لخبطه في بدايه الموسم بعد كده لما كل اللعيبه تبدا تحفظ ادوارها الجديده الدنيا تمشي احسن. لكن طبعا كل ده اتهد من اداء مودست نفسه. وبالنسبه بقى لموضوع مودست ده، هو موضوع يحرق الدم شويه. الموضوع مش فني، انا مش شايف ان مودست فنيا وحش، انا شايف ان مودست عنده مشكله اكبر من كده بكتير. هي نفس المشكله مثلا اللي تلاقيها عند ساديو ماني في النصر السعودي، نفس المشكله اللي تلاقيها عند نيمار مثلا لما بدا مع الهلال السعودي. هي مشكله ان اللاعب يفقد شغفه للفريق اللي بيلعب فيه.
بمعنى ان ساديو ماني لو جيت مثلا تقارنه بكريستيانو رونالدو، هتلاقي ان رونالدو بيأدي اداء توب فورم زي ما هو بيحاول يطلع اقصى ما عنده في الملعب، بيجري يعني وبيهزها. في نفس الوقت مثلا ساديو ماني بتلاقيه بيلعب على الواقف، وده اللي بيحصل مع موديست بالظبط. موديست من ساعه ما بدأ هو مش عايز يحرق، مش عايز يتحرك. الراجل بيلعب بالشوكه والسكينه، عنده احساس داخلي ان هو مش المفروض يلعب في المستوى ده. رغم يعني انه لو بص بصه كده، لو رفع عينه في الملعب هيبص هيلاقي كل اللعيبه في الملعب تقريبا بتجري وبتقطع كوره وبتلعب كوره احسن منه. ده يبان لك قوي مش بس في تحركات موديست واحنا معانا الكوره، لا ده يبان لك في ضغط موديست على مدافعين. موديست تقريبا ما بيضغطش على مدافعين خالص، وبيتحرك بالتصوير البطيء. والموضوع مش سرعه وبطء يا جماعه، ومش فرق سن، الموضوع مش كده خالص، ولا حتى لياقه. لانك انت لو بتكلمني في لياقه، فعلى الاقل يعني اول تلت ساعه تنزل فيها الملعب اشوفك بتجري وبتحرق. لكن اللي انا شايفه انه موديست ما بيحرقش خالص، ما بيتحركش. الراجل بيلعب على قد فلوسنا، يعني اللي هو ايه، مش عايز، مش ماليش مزاج يعني، ماليش كيف العب. فما نلفش وندور كتير على بعض. موديست مش مشكلته لياقه قوي، هو لسه طبعا محتاج لياقه، بس انا يعني حتى في اول تلت ساعه ما بشوفش منه حاجه، فده اللي انا بتكلم فيه. موديست محتاج حد يقعد معاه يفهمه ان هو بيلعب لنادي كبير اسمه الاهلي، ولو انت مش قد التيشيرت ده خد بعضك وامشي بقى. انت شوف عايز تلعب في بايرن ميونخ، عايز ترجع دورتموند، عايز بقى تشوف لك فريق تبطل فيه كوره، يعني مش موضوعنا خالص. ومش حرق دم اللي احنا هنعمله، احنا ما بنحرقش وقت كتير مع المهاجمين بالمنظر ده. انت اسم كبير ودي حاجه على عيننا وعلى راسنا، والله انت ليك سي في محترم ودي حاجه برضه على عيننا وعلى راسنا، بس حد بالسي في ده المفروض ياكل مدافعين افريقيا. يبقى على الاقل اشوف قدامي مهاجم مزعج كده لكل الفرق، مش لو يعني مش هيسجل بس بيهدد المرمى، لكن انا مش شايف كده خالص. ومع احترامي بقى لكل الاخبار اللي طالعه ان الراجل يعني خس 5 كيلو وجاي يقول انا بدايه جديده ومن النهارده بهجت تاني خالص، فكك بقى من الكلام ده كله. كل ده مش موضوعي، انا موضوعي الملعب. انزل الملعب، اعمل اقصى ما عندك، اشوف تهديد على المرمى، اشوف مهاجم بيحرق بنزين في الملعب، اشوفه بيعرق كده عشان اقدر احس ان ده لعيب كوره. غير كده محدش فينا هيتحمل وجود مهاجم بالمنظر ده لفتره كبيره في الاهلي. واخر حاجه بقى عايز اتكلم عليها هي الجانب التكتيكي الخاص بكولر، واللي اتكلمنا عليه في الجزء بتاع التلت الهجومي. اللي عايز اقوله بس ان كولر بدا يغير شويه في طريقه التحضير، ودي برضو محتاجه لها حلقه لوحدها، مش هينفع نتكلم عليها اختصارا كده بسرعه. ولكن برضو لسه عنده مشاكل في تمركزات دفاعيه، لسه عنده مشاكل في الحته اللي ما بين نص الملعب والمدافعين، لسه عنده اكتر من مشكله في الملعب. والمشكله الاكبر والاهم اللي عنده ان هو بيعاند في التغييرات. يعني الموضوع مش ان هو بيأخر التغييرات عشان شايف ان الدنيا ماشيه كويس، فالموضوع صعب جدا. انت عندك 5 تغييرات دلوقتي في الكوره، قبل كده كانت 3، دلوقتي بقت 5. فحاجه في صالحك انك تغير نص الفريق وتبدا تخلي الفريق يبقى احسن، ولياقته البدنيه تعلى في الشوط الثاني. ليه الفرق كلها تغير قدامك 5 لعيبه والبدني بتاعها هيعلى وانت البدني بتاعك يقل؟ دي حاجه انت محتاج تراجعها مع نفسك. مش هينفع ابدا ان مدرب بالحجم ده يكون عنده عيب بالوضوح ده وبيتكبر حتى ان هو يعالجه. مجرد ما ترجع رغبه لاعبي الاهلي في الفوز، وان هم يقدروا يحرقوا كل اللي عندهم في الملعب ويبقوا في الملعب 11 اكرم توفيق، ساعتها هنبدا نتكلم ان الاهلي ممكن يرجع تاني وممكن ياخد كل البطولات تاني زي الموسم اللي فات. بس كده يا عم الحاج، خلصنا. اشوفك الحلقه الجايه، سلام عليكم.